ازاي اعمل لنفسي روتين عشان احقق اهدافي؟ اعمل لنفسك روتين كده يكون فيه عادات توصلك لهدفك. يعني مثلا لو انت عايز تعيش بصحة جيدة، ما تكونش عادتك انك بتاكل اكل مضر طول الوقت، او انك مش بتعمل رياضة، او مثلا عايز تبدأ عادة القراءة بس انت على طول قاعد على التليفون ومش بتمسك ولا كتاب، او عايز تلتزم في الصلاة بس قاعد وبتفوت الفروض وبتكسل تقوم تصلي. ازاي يعني؟ في فرق كبير جدا بين عايز وبين انك فعلا تاخد الخطوة علشان تحقق حاجة معينة، وده الفرق بين القول والفعل. لازم يكون روتين يومك ملائم للهدف اللي عايز توصله بجد. يعني عايز تعيش بصحة جيدة، بدل عاداتك السيئة بالتدريج لعادات صحية. اتحرك على مدار اليوم، ضيف الفواكه والخضار على يومك، دور على بدائل صحية للمواد المصنعة، وهكذا. عايز تجيب درجات كويسة، ذاكر بجد واسعى لتحقيق هذا الشيء. انت بس ابدأ. لازم اعرف انا عايز ايه فعلا وليه، وايه المطالب مني اني اعمله عشان اوصل هناك، وبس. اتحرك بقى دلوقتي حالا علشان توصل هناك. يلا دلوقتي علشان ورانا مشوار.